تعالي اقولك النهارده على طريقه لتفريز الملوخيه هتفضل معاكي من السنه للسنه خضره خضار الزرع. لونها هيبقى تحفه معاكي، حتى اذا جيتي طلعتيها بعد شهر بعد اتنين بعد سنه وطلعتيها طبختيها هتبقى تحفه جدا. انت هتجيبي الملوخيه وتقطفيها وتغسليها كويس قوي بميه جاريه، غسيل كويس جدا، وتنقعيها شويه في الميه وتطلعيها وما تخافيش مش هتسود منك، وهتصفيها كده في مصفى. وبعد كده هتجيبيها تقومي حطها على صينيه عندك كده بعد ما تنزلي الميه اللي فيها، ومش شرط خالص انك تجففيها من الميه، واصبري عليا وهقولك بقيه الطريقه. خرطتها انا كده بالمخرطه، ودي انسب طريقه لتخزين الملوخيه، ولا كبه ولا خلاط. بعد كده هتجيبيها تحطيها في حله وتحطي عليها حوالي كوبايتين ميه مغليين من الكتل، وهتقلبيها، ولا مرقه دجاج ولا شوربه، لان الشوربه هتغير طعمها، بيبقى فيها فلفل اسود وملح والكلام ده كله، هتغير طعمها من خلال السنه وانتي بتفرزيها. فبالتالي احنا كده هنعملها بالميه المغليه، وبعدين نعبيها في اكياس، وبعد ما تبرد من الاكياس هندخلها الفريزر تقعد معاكي من السنه للسنه خضار زي الزرع، زي ما حضرتك هتشوفي كده. واذا عجبك بقى الفيديو ما تنسيش كده تشتركي بالقناه وتفعلي زر الجرس على كلمه الكل عشان يوصلك مني كل جديد، وتعملي شير كده في الخير عشان الكل يستفاد. وما تنسيش تحطي طبعا اللايك لاختك. جزاكم الله كل خير يا رب العالمين، فضلا وليس امرا. واذا عجبتك طريقتي ما تنسيش كمان تصلي على النبي في الكومنتات، وتكتبي لي كده اي تعليق يفرحني، جزاك الله كل خير. وده كده الشكل النهائي معايا، وهتشوفوا جمالها في قلب الاكياس، وهنحطها في الفريزر كمان حاجه كده تحفه اللهم بارك. بصي انا بدوس عليها بوريك الخضار بتاعها عامل ازاي، الكاميرا ظلماه.